بص يا صاحبي، النهارده هحكي لك قصه لو كانت فيلم سينما ما كنتش هتصدقها. قصه جيفري ايبستين. الراجل ده مش مجرد مجرم عادي، ده كان الصندوق الاسود لاقوى ناس في الكوكب، الملياردير اللي كان بيجمع الرؤساء والملوك والعلماء واغنى اغنياء العالم في جزيرته الخاصه، بس مش عشان يفسحهم، لا، ده عشان يجرجرهم لشبكه قذاره وابتزاز ملهاش اخر. الحكايه بتبدا بطفل عبقري من بروكلين وانتهت بجثه في زنزانه قفلت وراها اسرار تهز دول. من هو جيفري ايبستين وايه قصته ومين اللي متورطين معاه؟ كل ده في فيديو النهارده، واكد الفيديو للاخر عشان احكي لك الحكايه بالتفصيل. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ وده جمعه جديده في فيديو جديد وقصه جديده. ايبستين ده اتولد سنه 1953، كان باين عليه الذكاء من صغره. تخرج بدري واشتغل مدرس رياضيات في مدرسه دالتون، ودي مدرسه ما بيدخلهاش غير ولاد الاغنياء في امريكا. هناك جيفري بدا يلعب اللعبه صح، تعرف على اهالي الطلبه الواصلين وقدر يقنع مدير شركه استثمار كبيره وول ستريت ان يشغلوا معاه، رغم ان جيفري ما كانش يفهم يعني ايه سهم اصلا. في سنتين بس الراجل ده بقى شريك في الشركه وبقى معاه ملايين، وبدا يبني شبكه من علاقات من الصفر. النقله الحقيقيه كانت لما اتعرف على ملياردير اسمه ليسلي ويكسن، صاحب براندات عالميه زي فيكتوريا سيكريت. بيستن عمل معاه حركه سحريه خلاه يثق فيه لدرجه انه عمل له توكيل عام بكل املاك. يعني جيفري بقى يقدر يبيع ويشتري في ثروة الراجل اللي بتعدي ال5 مليار دولار. ومن هنا بدأ يسرق قصور ويكسنر وياخدها لنفسه ب0 دولار. بدأ يستخدم اسم فيكتوريا سيكريت عشان يضحك على البنات الصغيرين اللي نفسهم يبقوا عرضات ازياء ويستدرجهم لبيوته. مستحيل نحكي عن بيستن من غير ما نذكر جيلين ماكسويل. دي بنت ملياردير بريطاني وصاحبة نفوذ رهيب، كانت عارفة ملوك وامراء ورثاها بالاسم. جيلين كانت هي الصياد، هي اللي كانت بتجيب البنات الصغيرين اللي بيستن والضيوف، والاتنين عملوا مع بعض سيستم زي التسويق الهرمي، يخلوا البنات يجيبوا صحباتهم من المدارس مقابل فلوس. والشبكة دي فضلت تكبر وتكبر لحد ما وصلت لالاف الضحايا. ايبستن اشترى جزيره خاصه اسمها ليتل سانت جيمس، او لقبها البعض بجزيره الشياطين، والناس سموها جزيره اللعنه. هناك كان بيعزم المشاهير، وكان مجهز الجزيره والقصور بكاميرات خفيه في كل حته. ليه؟ عشان يصور كل واحد من العيار التقيل وهو بيغلط، ويحط الصور دي في البلاك بوك او الدفتر الاسود بتاعه. الدفتر ده كان وسيله الابتزاز اللي بتخليه محمي، اي حد يفكر يقرب منه جيفري يقول له انا معايا صورك، وده يفسر ليه فاضل سنين بيعمل جرايمه من غير ما حد يحاسب. تعال بقى للاسماء اللي ذكرتها المحكمه. بيل كلينتون اللي ركب طياره ايبستن الخاصه اكتر من 26 مرة. واحده من الضحايا شهدت انها شافته على الجزيره مع بنتين صغيرين. الامير اندرو ابن ملكه بريطانيا اللي صورته وهو حاضن واحده من الضحايا وهي عندها 17 سنه لفت العالم كله وفضل. دونالد ترامب كان صاحب ايبستين جدا في التسعينات، وصفه مره انه راجل بيحب البنات الصغيرين زي ما هو بيحبهم، رغم انه بعد كده حاول ينكر علاقته. حتى العلماء زي ستيفن هوكينج اللي زار الجزيره، وده يوريك ان ايبستين كان بيحب يسيطر على عقول العالم مش بس سياستهم. في 2019 الحبل بدا يضيق حوالين رقبته واتقبض عليه. الكل كان مستني المحاكمه عشان الرؤوس الكبيره تقع، لكن فجاه لقوا ايبستين ميت في زنزانته. قالوا انتحر، بس في علامات استفهام تخلي العقل يطير. ليه الكاميرات كانت عطلانه في اللحظه دي؟ وليه الحراس اللي كانت المفروض يراقبوه كل نص ساعه ناموا مع بعض في نفس الوقت؟ الحقيقه ان ايبستين كان لازم يموت عشان اسرار الناس الواصله دي تفضل مدفونه معاه. في الاخر يا صاحبي، قصه ايبستين بتوريك ان العالم ده فيه وش تاني مرعب، وان الفلوس لما تجتمع مع غياب الضمير ممكن يعملوا امبراطوريه قذره تدمر حياه الاف البشر. جيفري مات، بس الملفات اللي بتطلع كل يوم لسه بتفضح اسماء جديده. تاكد ان العداله مهما اتاخر ريحه الفساد لازم تطلع في الاخر. يا رب الفيديو يكون عجبكم، نشوفكم في فيديو جديد. حبكم، سلام.